السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام. ومن لإتمام الحلقة مشاهدينا الكرام إن شاء الله يعني نزلت النصف ديال الأحجار إن شاء الله، والنصف الآخر الحمد لله الإتمام معكم إن شاء الله هذه الحلقة مشاهدينا الكرام. هذو هما العينات مشاهدينا الكرام اللي قلت لكم إن شاء الله الإتمام نهائي إن شاء الله مشاهدينا الكرام. ولكن قبل الخوض في الأحجار هذه الصغيرة إن شاء الله بغيت نوريكم واحد الحجر مشاهدينا الكرام، هو حجر زجاجي أصفر. هذه النوعية من الأحجار مشاهدينا الكرام. نحاول نكبر الصورة. أنا حطيته في الفيديوهات القصيرة. هل هو نوع من السترين أو الكهرمان؟ أصفر مشاهدينا الكرام، حتى تسليط الضوء عليه مشاهدينا الكرام. شو اللون اللي عنده في كنسلطوا عليه الضوء. هذه العينة مشاهدينا الكرام. هذيك ترسبات مشاهدينا الكرام فيه ديال التراب ولا ما عرفت شنو اللي داخله فيه، ولا دايبه مع داك الزجاج، لانه الزجاج هادو مشاهدينا الكرام. هذه العينة عفوا. يعني شفاف. وربما يكون حجر السترين مشاهدينا الكرام. هذه العينة بغيت نوريها لكم إن شاء الله، وقولوا لي الرأي ديالكم في التعليقات نوع هذه الحجر. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. ثم نبدأ على بركة الله. نبدأ بهذا الحجر مشاهدينا الكرام، هذه النوعية. هذه عينة زجاجية مشاهدينا الكرام سوداء، زجاج أسود. ولا أظنه الأوبسيديان مشاهدينا الكرام. ربما تكون عينة من العقيق الأسود مشاهدينا الكرام. ربما يكون الكربونادو. ربما يكون نوع من الأحجار الكريمة مشاهدينا الكرام. لا أخصص ولا أقول اسم الحجر، ولكن ربما هذا الحجر يكون من الأحجار الكريمة. هو نوع من الزجاج الأسود مشاهدينا الكرام. مع هذه البقع وهذه الترسبات مشاهدينا الكرام من داخل الحجر، مع هذه الثقب المسامات. هنا في واحد يعني اللعب بالألوان، يعني كما كتسمى بلاي دو كولور. يعني بعض الألوان كيبانوا لكم مشاهدينا الكرام في هذه البقع هادو. وطبقة محروقة منسهرة هنا. وما رأيكم في هذا الحجر مشاهدينا الكرام؟ ثم نمر على بركة الله إلى الحجر الآخر، إلى هذا مشاهدينا الكرام. وهذه العينة خضراء، ربما أظنها تكون هذا ربما من الأوبسيديان، الزجاج البركاني. هذه العينة مشاهدينا الكرام. يعني هذا ذوبان صراحة مهم مشاهدينا الكرام، يعني زجاج دائب أخضر. هذه العينة. هل يكون الأوبسيديان مشاهدينا الكرام؟ عفوا. ثم نمر على بركة الله إلى القطعة الأخرى. هذه قطعة أخرى، زجاج أسود. هذا زجاج أسود مشاهدينا الكرام. طبقة منسهرة فيه،
اللعب بالالوان في هاد النقاط هادو اللي كيبان لك، يعني النقاط كيبانوا مشاهدينا الكرام يعني الوان فيه. ثم هذه الثقوب مشاهدينا الكرام يعني مسامات تجاويف في الحجر. هو حجر زجاجي مع هذه، ربما هذه تكون طبقة منسهرة. وفي هنا بعض البقع هنا اللعب بالألوان مشاهدينا الكرام، اللعب بالألوان أو ما يطلق عليه بعين القط. كاين حتى في هاد الثقب هذا مشاهدينا الكرام. هذا حجر زجاجي مشاهدينا الكرام أسود. ثم نمر على بركة الله إلى الحجر الآخر، عفوا إلى هذا الحجر. هذا حجر أخضر زجاجي يعني ناصح، أخضر زيتوني مشاهدينا الكرام. وهذه العينات باقي ما مفصولين ما والو مشاهدينا الكرام، يعني باقي من التربة ديالهم. هذه العينة ربما يكون زجاج تيكتيت، لا أظنه الأوبسيديان مشاهدينا الكرام، لأن هذه في هذه الألوان هذا يعني جميلة جدا. هذا الأخضر باش تشوفوه إن شاء الله عن قرب. هذه العينة مشاهدينا الكرام هو زجاج أخضر يعني غامق. طبقة منسهرة. هو عبارة عن زجاج دائب، ربما يكون الزجاج الطبيعي. يعني الزجاج الطبيعي هو الذي يتشكل نتيجة اصطدام شيء ما نزل من الفضاء مشاهدينا الكرام بسطح الأرض، كيتشكل هذه الأنواع من الأحجار مشاهدينا الكرام. إذا سلطنا عليه الضوء فهو أخضر، يعني اللون ديالو مشاهدينا الكرام هو يعني اللون ديالو شفاف، يعني كل الأحجار أخضر خضراء كتشوفوها مشاهدينا الكرام. يعني ها هي هنا أخضر زمردي مشاهدينا الكرام. فالمهم هاد النوع ديال هاد الأحجار مشاهدينا الكرام، قول لي النوع ديالو أشنا هو. هل هو الأوبسيديان؟ هل يكون زجاج الأوبسيديان مشاهدينا الكرام هذه العينة الخضراء أو هذا الزجاج الأخضر، هل يكون الأوبسيديان أم حجر آخر؟ هذه النوعية مشاهدينا الكرام. هذا غادي نخليها بوحدها مشاهدينا الكرام، وقولوا لي الرأي ديالكم في هذه العينة، هذه العينة الخضراء مشاهدينا الكرام. ثم نمر على بركة الله إلى الحجر الآخر. نتمنى مشاهدينا الكرام يعني لدعم القناة إن شاء الله. فكنشكركم جميعا صراحة على الدعم ديالكم والاشتراك في القناة. الحمد لله إخواني الكرام، إلا نسبة المشاهدة بالإعجاب، ما تنسوش لي الإعجاب بالفيديوهات، وهذا يعني كيحفزني الحمد لله وكيشجع لي القناة ديالي في الاستمرار مشاهدينا الكرام. هذا نوع آخر مشاهدينا الكرام. هذا حجر يعني معدني في هذه الترسبات مشاهدينا الكرام، يعني هذه الحروق، يعني هو طبقة منسهرة سوداء رقيقة جدا. يعني هذا الكوش مشاهدينا الكرام هي طبقة محروقة، هذه تأكسد أو حديد. هنا هو الحجر زجاجي أسود مشاهدينا الكرام، هنا كما كتشوفوا فهو أسود، مع هذه البقع أو هذه الثقوب أو البصمات أو النقوش مشاهدينا الكرام. يعني كاع العلامات كتبين بأن هذا الحجر مشاهدينا الكرام ليس حجر ديال الأرض أو يعني الأوبسيديان الذي تشكل نتيجة الحمم البركانية أو التبريد السريع بالنسبة للأحجار، بل هو نتيجة اصطدام شيء ما من الفضاء تشكل هذا الزجاج مشاهدينا الكرام. ولكم الرأي، قولوا لي الرأي ديالكم إن شاء الله مشاهدينا الكرام في هذا الحجر. ثم نمر على بركة الله إلى الحجر الآخر. فهي عينات صغيرة جدا عندي مشاهدينا الكرام، أنا كنصنفها. الأوبسيديان دابا عرفتو الحمد لله مشاهدينا الكرام، ولكن بعض الأحجار اللي كتكون غريبة على الأوبسيديان، يعني كما يعني الهيماتيت الذي يشبه النيازك مشاهدينا الكرام. يعني حتى الهيماتيت يعني كان بعض الأحجار التي تشبه النيازك. هذه الحجر، هذه الصخرة مشاهدينا الكرام اللي هازة فوق يدي فهي ثقيلة. هذه العينة مشاهدينا الكرام فهي ثقيلة. شو الوزن ديالها، الحجم ديالها؟ إن شاء الله غادي نقوموا إن شاء الله إخواني الكرام. فأعتذر لأن الوقت
لم يسمح لي مشاهدينا الكرام، لأن كما قلت لكم أنا العمل كنجي مع يعني كنوصل للدار يعني مع 9 مشاهدينا الكرام، وخاصني نرجع للعمل مع 5 مساء. يعني 10 ساعات أو 9 ساعات يعني غير كافية لي صراحةً باش يعني كنبغي نقوم بشوية بشوية مشاهدينا الكرام. يعني فأعتذر لكم إن شاء الله مشاهدينا الكرام، ودعموا لي القناة إن شاء الله باش نستمر. هذه العينة مشاهدينا الكرام، هذه الحجرة ثقيلة، إلا أن التشكيلة ديالها هل هو زجاج أم صخر؟ فهي زجاج، اللون ديالو غامق مشاهدينا الكرام، يعني ربما مائل إلى الرمادي، مع هذه الطبقة المنسهرة الرقيقة. هنا هي طبقة منسهرة رقيقة، وهنا مشاهدينا الكرام فهي طبقة كما كنقولوا منسهرة مع هذه الثقوب نقوش شكل غير منتظم، يعني معدني صخري مشاهدينا الكرام. هذه العينة، هذه العينة مشاهدينا الكرام، وحجر ثقيل، زجاج ثقيل. ثم نمر على بركة الله إخواني الكرام إلى الحجر الآخر. أنا بقى الله في الصف الأول. هذه العينة مشاهدينا الكرام، هذه العينة فهي تحتوي على هذا الحجر الأسود. نحاول نكبر الصورة مشاهدينا الكرام باش تشوفوها مزيان. هذا الحجر خارج من هذا الحجر المتصدع، يعني هذا الحجر اللي بين يديه هو حديدي مشاهدينا الكرام، هذا معدني، يعني هاهما كتشوفوا هنا معدني مشاهدينا الكرام، ومغلفاه كوش كله رمادي يعني بني، يعني صدأ، هذا كله صدأ مشاهدينا الكرام. ولكن فوق هذا الحجر يخرج حجر أسود آخر. نحاول نبعث الصورة مشاهدينا الكرام باش تشوفوه مزيان. يعني حجر آخر أسود مشاهدينا الكرام كيخرج فوق هذا الحجر، هذا معدني يعني قابل للعيار مشاهدينا الكرام. الأصل ديالو هنا، يعني المهم هو لوفون ديالو ديال الحجر، وهذه ترسبات، هذه حروق، وهذه ترسبات، كله صدأ مشاهدينا الكرام، هذا كله صدأ. ثم نمر على بركة الله إلى الحجر الآخر، وهي عينة أخرى مشاهدينا الكرام، هي سوداء خضراء عفوا، يعني أخضر زيتوني. لا أرجحه تا هو يكون الزجاج البركاني الأوبسيديان مشاهدينا الكرام. هذه العينة يعني سوداء مائلة إلى الاخضرار، هذه طبقة منسهرة، يعني هنا سطح أملس وهنا سطح أملس، يعني عنده واجهة قوائم مشاهدينا الكرام، يعني قوائم متصلة هنا، يعني ملساء. الداخل ديالو مشاهدينا الكرام ففيه هذه الحواف، يعني هذا الذوبان يعني تشكل في الحجر، هو حجر زجاجي. فما رأيكم في هذا الحجر مشاهدينا الكرام، أو هذه الحلقة بصفة عامة مشاهدينا الكرام؟ وأنا كندير المساعد الحمد لله كيفاش كننزل لكم حلقات الحمد لله مشاهدينا الكرام، تستمتعوا الحمد لله مع الوليدات ديالكم الحمد لله، وقولوا لي الرأي ديالكم في هذه الأحجار. ثم نمر على بركة الله مشاهدينا الكرام إلى العينات الأخرى. هذه العينة أنا بغيت نطلع لكم الفيديو إن شاء الله مشاهدينا الكرام. هذا حجر هو أسود. هذه العينة مشاهدينا الكرام هي ثقيلة، هذه العينة مشاهدينا ثقيلة هي. غنقربها لكم وتشوفوا يعني التركيبة المعدنية ديالها من الداخل. شو التركيبة المعدنية ديالها كيفاش دايرة مشاهدينا الكرام؟ يعني هل هو يكون هو هذا العقيق الأسود؟ لأن الطبقة اللي فوق هنا مشاهدينا الكرام فهي طبقة منسهرة رقيقة، ربما زجاج هذا مشاهدينا الكرام عفوا، طبقة منسهرة هي مشاهدينا الكرام، كله ذوبان، طبقة رقيقة سوداء، شكل غير منتظم كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام. فهذا شكل غير منتظم، يعني يشبه نيزك صغير مشاهدينا الكرام، أو شيء اصطدم بالأرض، أو ما تبقى من النيزك.
يعني الشظايا اللي كطير من النيزك مشاهدينا الكرام ربما كطير هذا الزجاج هذا من النيازك. يعني هذه العينات هي ما تبقى من النيزك عند اصطدامه بالأرض مشاهدينا الكرام. ما رأيكم في هذا الحجر مشاهدينا الكرام؟ هذه العينة الثقيلة، هذه العينة الصغيرة الثقيلة مشاهدينا الكرام. ثم نمر على بركة الله إلى الحجر الآخر. وهاد العينات راه كما قلت لكم مشاهدينا الكرام يعني كننظف الحمد لله وكنجمعهم، كل حاجة كنديرها بوحدها الحمد لله، وكنجمع كنصنف هاد الأحجار هادو. فما رأيكم؟ وبارطاجيو معايا إن شاء الله، يعني قول لي اش ندير الحمد لله بالنسبة للأحجار اللي كنجمع، كيفاش الترتيب ديالها. ثم نمر على بركة الله إلى هذه العينة الدائرية، هي حجرة زجاجية مشاهدينا الكرام. نحاول نقرب الصورة مشاهدين باش تشوفوا، هو زجاج أسود يعني تغلف هذه الطبقة من الترسبات أو الصدأ مشاهدينا الكرام. وهذا تشكيلة صراحة عبارة عن اصطدام نيزك من السماء تشكل هذا الزجاج طبيعي مشاهدينا الكرام. هذا ليس الأوبسيديان مشاهدينا الكرام، ليس الأوبسيديان، بل هو زجاج طبيعي. إذا كان شي ناس يعني مختصين في المسائل يقول بالنسبة لعملية الخدش، يعني بالنسبة للصلابة ديالو، يقول لي الصلابة ديال هذه الأحجار. هذه عينة مشاهدينا باقي يعني صراحة هادشي هذا باقي ما مغسول ما والو، يعني تم النظافة مشاهدينا الكرام، باقي ما منظف ما والو. ثم نمر على بركة الله. قول لي الرأي ديالكم في هذه العينة التي تشبه الأخرى اللي وجدنا مشاهدينا الكرام. وهاد الأحجارات هادو كلهم تقال، هاد العينات كلهم راه تقال، صغار وتقال. ثم هذه العينة، هذا تا هو عينة زجاجية، زجاج أسود في تلعب بالألوان أو عين القط مشاهدينا الكرام. هذه طبقة منسهرة رقيقة جدا مع شكل غير منتظم، هو شكل دائري أملس، يعني بحال منحوت مشاهدينا الكرام أو مصنفر، يعني مهرس يعني بهذا الهرس هذا، يعني فص خاتم صراحة. فهو زجاج حجرة. هاد الحجرة هادي حتى هي ثقيلة مشاهدينا الكرام، يعني بالأصابع ديالها كنحس بالثقولية ديالها، كنحس بالثقولية ديالها. وما رأيكم بهذا الحجر مشاهدينا الكرام؟ ثم نمر على بركة الله إلى الحجر الآخر. أنا وريتكم مشاهدينا الكرام هذا، يعني صراحة الإخوة يقولوا لي الرأي ديالهم في في هذه الأحجار الصغيرة التي تلمع بهذه الألوان. هل هما أحجار عادية مشاهدينا الكرام؟ هل هما هادو أحجار عادية أم أحجار شبه كريمة أم أحجار كريمة؟ قولوا لي في التعليقات، إن تهمني التعليقات ديالكم مشاهدينا الكرام، الرأي ديالكم في هذا الحجر. ثم نمر على بركة الله إلى الأحجار الأخرى مشاهدينا الكرام. هذه العينة الأخرى، هذه العينة مشاهدينا الكرام، فهو حجر يعني أخضر، إلا أن الخضورية ديالو هو أخضر زيتوني مشاهدينا الكرام، ولكن الزجاج ديالو غامق، يعني ليس شفافا بالكثرة كما كنشوفوا الأحجار الأخرى الشفافة مشاهدينا الكرام. هنا أخضر زيتوني غامق المائل إلى الرمادي، فهو حجر زجاجي مشاهدينا الكرام، يشبه قطعة يعني تشكيل ما صراحة، تشكيل زجاج مشكل، ليس يعني الأوبسيديان كما أظن، يعني طبقة هنا منسهرة مشاهدينا الكرام كما كتشوفوها. هذه الطبقة اللي كتلمع فهي طبقة منسهرة دائبة، وهذيك الثقوب اللي كاينة في الحجر هذه عبارة عن ذوبان مشاهدينا الكرام. وهذه طبقة منسهرة كذلك. فما رأيكم في هذه الحجر؟ ثم نمر على بركة الله إلى العينة الأخرى، وهذه هي عينة زجاجية صغيرة، هي تشبه هذه مشاهدينا الكرام، فهي عينات متشابهة.
يعني تم الشكل ديالو مشاهدينا الكرام، ربما هذا أخضر وهذا أسود، التشكيلة ديالهم في كلا الحالتين الزجاج يختلف في اللون، ربما هذا أسود وهذا أخضر مشاهدينا الكرام. يعني في تلعب بالألوان أو ما يطلق عليه بعين القط. هذا الزجاج حتى هو أسود مشاهدينا الكرام، والدائب يعني الذوبان. فأنتظر الرأي ديالكم في التعليقات مشاهدينا الكرام، كثروا لي التعليقات ديالكم لأن كنبغي نناقش معكم مشاهدينا الكرام. ثم نمر على بركة الله إلى الحجر الآخر، وهي حجر هذا مشاهدينا الكرام، يعني حجر زجاجي كله مغلف. يعني هذا الحجر مشاهدينا الكرام في هذه الخشونة، يعني شكل خشن، يعني شكل غير منتظم، ولكن كله يعني بحال الزجاج مشاهدينا الكرام. هذه طبقة منسهرة وفي بحال الصبع بصمة، هذه بصمة الصبع راه كله دخل لنا مشاهدينا الكرام، هذه كلها بصمة. وربما يكون هذا حجر نيزكي أو حجر تيكتيت، الزجاج تيكتيت الطبيعي مشاهدينا الكرام. وثقيل هذا الحجر، هذا ثقيل مشاهدينا الكرام. فما رأيكم في هذا الحجر؟ يعني بلا ما نهضروا على الانتظام ديالو، الثقوب، يعني كله صراحة المعدن كيبان لكم الحجر من الداخل مشاهدينا الكرام. هذه الطبقة اللامعة اللي فيه، نحاول نكبر الصورة باش تشوفوا عن قرب. يعني هذا قلب الحجر مشاهدينا الكرام هنا، يعني هذا اللمع اللي كتشوف فيه، يعني حيت هو مغلف بهذه الطبقة البنية من التأكسد أو الصدأ. والجانب الآخر مشاهدينا الكرام فهذه ثقب، هذا الحجر مشاهدينا الكرام. ثم نمر على بركة الله إلى الحجر الآخر. هذا مشاهدينا الكرام حتى هو الحجر كلهم اللي كنوريكم تقال مشاهدينا الكرام. هذا حتى هو طبقة منسهرة، كل هذا انسهار، شكل غير منتظم، تغلف هذه الطبقة الصدئة على الحجر. هو الحجر أسود من الداخل، فيه هذه الثقب، وكما كتشوفوا هي طبقة منسهرة مشاهدينا الكرام. هذه الطبقة المنسهرة فيه ثقب ولكن من انسهار، وكل مغلف هو معدني. هذا هو الحجر مغلف مشاهدينا الكرام، فهو حجر معدني بحال الزجاج. هذه العينة مشاهدينا الكرام. ثم نمر على بركة الله إلى الحجر الآخر. أسندوز معكم هذه العينات مشاهدينا الكرام. هذا الزجاج أخضر هو، يعني نفس العينة اللي وريتكم. وهذا الأحجار ثقيلة جدا مشاهدينا الكرام. هذا الزجاج، هذا احتراق، ذوبان، يعني ربما التربة المحلية عند اصطدام شيء ما من السماء ثانيا تشكل، يعني درجة الحرارة التي تشكل هذا الغلاف من السادة مشاهدينا الكرام. هذه كلها معادن مختلفة التصقت بالزجاج، فهو حجر زجاجي أخضر زيتوني. ثم نمر على بركة الله إلى الحجر الآخر، وهو حجر أسود هو، يعني يشبه الكربونادو مشاهدينا الكرام. هادو كاع حجر ثقيلة جدا. كل هاد الحجارات اللي كتشوفوا مشاهدينا تقال هذا بهذا الحجم هذا اللي كتشوفوا مشاهدينا الكرام، فهما تقال، أحجار تقال. هذا يشبه يعني حجر أسود. يعني عندي هاد العينات مشاهدينا الكرام من هاد الأحجار هادو الثقيلة الزجاجية. أنا باقي يعني ما استنفرت حتى شي حاجة منهم باش نشوف العمق ديال هاد الزجاج هذا، كيفاش يكون اللون ديالو، هل هو أسود ولا يتغير إلى الأزرق ولا يتغير إلى الأحمر. العلم لله مشاهدينا الكرام، ما نكذبش عليكم، واش قمت بشي تجربة قبل. ما رأيكم في هذا الحجر الثقيل الصغير جدا، الزجاج الأسود؟ ثم نمر على بركة الله إلى العينة هذه، هو حجر أخضر زجاجي،
ربما كاع هاد العينات يكون زجاج تكتيكت مشاهدينا الكرام، ليس الأوبسيديان. فهذه عينة زجاجية، يعني باقي كاع ما نضفت هادشي هذا مشاهدينا الكرام، يعني التنظيف ديالهم، يعني باقي هادشي هذا كلشي عامر. فهو هذا زجاج بركاني. ثم نمر على بركة الله إلى الحجر الآخر، وهذه عينة حديدية. يعني مشاهدي الكرام هذا معدن ما لا يشبه الهيماتيت. هذه الترسبات حنا قلنا مشاهدينا الكرام، يعني كما قالوا الخبراء، عند يعني النيزك عندما يسقط على الأرض وبقى يعني لمدة طويلة كتشكل هذه المادة، يعني هذا الصدع كيتشكل كيولي أحمر، يعني كيتغلف كاع المادة، كيتغلف بهذه المادة الحمراء البنية. أما هذه صراحة طبقة منسهرة سوداء مشاهدينا الكرام، طبقة منسهرة، فهو معدني صخري، وهذا كله يعني صدأ مشاهدينا الكرام، كل هذا صدأ. ثم نمر على بركة الله مشاهدينا الكرام إلى الحجر الآخر. هذا الزجاج يعني متعدد المعادن. يعني أنتم كما تشوفوا مشاهدينا الكرام، فهذه طبقة منسهرة هنا، كتبان لكم طبقة دائبة يتشكل بحال لحاء الشجر، أو ما يطلق يعني تصلب أو يعني تحجر الخشب المتحجر. وربما تكون هذه عينة من خشب متحجر مشاهدينا الكرام، أو يعني تدفقات يعني ديال درجة الحرارة أو الضغط مشاهدينا الكرام، شكل هذه العروق على سطح هذا الزجاج، يعني زجاج. وربما يكون حتى كما قلنا مشاهدينا الكرام، فالمواد العضوية اللي كتكون داخل الخشب تتحول إلى سيليكا، يعني بمعنى آخر يعني إلى كوارتز. الكوارتز كيتشكل الحمد لله، إلا أن الغلاف الخارجي للخشب يحتفظ بالخصائص ديالو والشكل ديالو الخارجي مشاهدينا الكرام، يعني بحال هكا كما كنشوفوا هاد العروق هادشي هذا، فهو زجاج أسود مع هذه البقع مشاهدينا الكرام، كله بقع. ما رأيكم في هذا الحجر؟ رأي ديالكم مشاهدينا الكرام. ثم نفس العينات مشاهدينا الكرام، هذه عينة أخرى ولكن هذه أخضر وهذا أسود. هذه نفس العينات ونفس التشكيلة مشاهدينا الكرام، الأحجار اللي فيه، إلا أن هذا أخضر وهذا أسود، تشكيلة كيف. وهذا رباعي الأضلاع، هذا لا خماسي الأضلاع مشاهدينا الكرام، كيبان واحد القوائم هنا وكيبان بحال يعني خماسي ولا رباعي الأضلاع، وهو زجاج أخضر وهذا أسود مشاهدينا الكرام. ثم نمر على بركة الله إلى الحجر الآخر. هذا النوعية هو زجاج في هذه الثقوب، هذه المسامات كله، وثقيل. هذا الحجر ثقيل مشاهدينا الكرام. فما نوع هذه الصخور السوداء؟ ما نوعه؟ ثم نمر على بركة الله إلى الحجر الأخير، وهو هذا الزجاج هو انسهاري مشاهدينا الكرام، كما كتشوفوا هذا حجر انسهاري أخضر، طبقة ملساء جدا، زجاج. وهذه طبقة منسهرة، هذه كتلة من الصدأ أو حديد مشاهدينا الكرام، يعني بني الشكل، يعني لاصق فيه هنا. هل تظنون معي مشاهدينا الكرام هذه حجرة من الأوبسيديان مشاهدينا الكرام؟ الرأي ديالكم، يعني تخيل من الأخضر إلى الأسود مشاهدينا الكرام، يعني اللون ديالو، يعني ربما هذه طبقة منسهرة، عفوا، ربما طبقة منسهرة سوداء لغلفة اللون ديال الحجر أنه هو أخضر، وهذه طبقة منسهرة. هل يكون زجاجا طبيعية أم الأوبسيديان مشاهدينا الكرام؟ وما رأيكم في هذه العينات اللي حطيت لكم إن شاء الله مشاهدينا الكرام؟ ثم العينة الأخيرة هذه، هو زجاج أخضر، هو تكتلات ترسبات مشاهدينا الكرام، الحجر ثقيل جدا، زجاج طبيعي أخضر. طبقة منسهرة هنا، كله تغلف هذا الحجر هذا بالطبقة المنسهرة الدائبة، والحجر من داخل زجاج مشاهدينا الكرام.
هادو هما العينات إن شاء الله اللي بغيت نبارطاجيها معكم مشاهدينا الكرام. فما رأيكم؟ يعني فضلا وليس أمرا. يعني اللي كنطلب منكم مشاهدينا الكرام يعني دعم القناة لكي يصلكم كل جديد. الحمد لله أنا كندير المستحيل الحمد لله مشاهدينا الكرام، لأن المهم بعض المرات كنقوم بجولات بلا ما كنخرج الهاتف مشاهدينا الكرام. يعني كما قلت لكم يعني كنجي في الصباح، بعض المرات كيكون التليفون ديشارجي، يعني ما كندي معايا باش كنسجل فيديوهات في العمل، حتى الوقت ما عنديش. انا كندي معايا اخوان حجر بعض العينات الحمد لله كنصورهم في العمل باش كنجي الصباح الحمد لله كنرتبهم هنا في الدار وكنزل الفيديوهات على القناه ديالي. اما لا بقيت ثاني كنجي للدار وكندير عاوتاني حتى الوقت ما كيسمحش. عارف لما كيسوى المونتاج، انا المونتاج اللي كنديرو يعني عفوا المشاهدين الكرام، المونتاج اللي كندير المونتاج يعني عادي جدا، ورغم ذلك يتطلب الوقت مشاهدينا الكرام. فلهذا يعني من فضلكم مشاهدينا الكرام يعني دعم القناة و... وتعليقات تكون نيرة الحمد لله اللي تساعدني وتحفزني الحمد لله وساعدوني في النصائح ديالكم. وأنا يعني بكل قلب فرح الحمد لله معكم مشاهدينا الكرام. أشكركم وأشكر الأخوات الفاضلات، شكرا جزيلا لكم إخواني الكرام على المشاركة ديالكم ودعمكم للقناة. فماذا أقول لكم؟ أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.